أهلا بكم في هذا الشرح اللي غادي ندويو فيه على واحد القصة كبيرة نايضة دابا في الكرة الإفريقية. قصة فيها بزاف ديال الحوايج، السلطة، النجاح، وشكون بصح اللي كيتحمل مسؤولية الفشل. يلا بينا ندخلوا في الموضوع. وهذه هي الجملة اللي غادي نبداو بها، جملة قوية بزاف وكتلخص لينا القصة كلها. هاد الهضرة ماشي غير كلام وصافي، لا، هذه ولات بحال شي متلازمة، يعني واحد الطريقة كيشرح بها المصدر كيفاش شي ناس كيحاولوا يبرروا الفشل ديالهم بأنهم كيلوحوا اللومة كلها على شخص واحد. فالجزء الأول ديالنا غادي نغوصوا في هاد الظاهرة اللي ولات غادا وكتكبر، كيفاش ولينا كنشوفوا شخص واحد كيتحمل المسؤولية ديال أي إخفاق، أي خسارة في كرة القدم الإفريقية. المصدر هنا كيسلط الضوء على واحد العادة اللي ولات كتعاود. رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي القجع ولا بحال ديك الشماعة السهلة اللي كيتعلق عليها أي فشل ديال أي فرقة، ما كيهم واش هو طرف في الموضوع ولا لا، سميتو ديما حاضرة. والسؤال الكبير اللي كيطرح راسو هنا هو علاش هو بالضبط. ودابا شوفوا معايا هذه المقارنة العجيبة. من جهة عندنا اتهام مباشر من معلق مصري كيقول لك القجع هو سبب خسارة الأهلي، ومن جهة أخرى المصدر كيطرح سؤال بسيط ومنطقي كيهدم هذا الاتهام كله. شنو غادي يربح القجع من هذا الماتش اللي هو أصلا ماشي طرف فيه؟ هاد الطريقة كتبين لنا أن هاد الاتهامات في بزاف ديال الحالات كتكون بعيدة على أي منطق. وكيف ما كيبين لنا المصدر، هاد القضية ماشي وقعت مرة واحدة وصافي، لا، هذه ولات بحال شي مسلسل كيتعاود. شوفوا الأمثلة: خسارة الأهلي ضد الترجي، الفوز ديال الجيش الملكي على بيراميدز في القاهرة، المنتخب المصري الأولمبي اللي خسر مع المغرب. يعني أي نجاح مغربي كيتقابل بهذا النوع ديال الهجوم. السيناريو كيتعاود والنتيجة ديما وحدة: القجع هو السبب. أوكي، دابا السؤال هو علاش هادشي كله؟ المصدر كيقترح واحد الجواب اللي عنده معنى كبير. السبب حسب المصدر هو هاد السلسلة ديال النجاحات والإنجازات اللي المغرب غادي وكيحققها. وهنا فين الصورة كتبان كاملة وواضحة. شوفوا معايا هاد الإنجازات: منتخب أقل من 20 عام كياخد كأس إفريقيا، المنتخب الأولمبي ماشي غير كيتأهل لأولمبياد باريس، لا، كياخد المركز الثالث في العالم، والمنتخب الأول كيدير إنجاز تاريخي وكيوصل لنصف نهائي كأس العالم. يعني المغرب فرض راسو بقوة في كاع الفئات العمرية. وهذا النجاح اللي ما عندوش مثيل هو اللي على حساب المصدر خلق واحد نوع من الغيرة والتوتر. بعبارة أخرى، المصدر كيقول لنا أن المغرب بالخدمة ديالو والبنية التحتية اللي طوراتها بحال علا سقف بزاف للكرة في القارة، وملي المنافسين كيلقاو صعوبة باش يوصلوا لذاك النيفو كتكون أسهل حاجة عندهم هي يقلبوا على شي سبة، على شي شماعة باش يبرروا الإخفاق ديالهم. ودابا القصة غادي تاخد واحد المنعطف غريب ومثير للسخرية. دابا غادي نركزوا على واحد من أكبر المنتقدين للمغرب، واحد من الناس اللي كانوا كيهدوا بأنهم غادي يمشيوا للمحاكم الرياضية. ولكن قبل ما نكملوا، مهم بزاف نعرفوا شنا هي هاد الطاس. ببساطة هي أعلى محكمة رياضية في العالم، يعني الأحكام ديالها نهائية وما كاينش اللي يقدر يعارضها، والكلمة ديالها هي الأخرى في كاع النزاعات الرياضية. وهنا فين كاينه المفارقة الكبيرة والدرس العجيب. الاتحاد السنغالي كان كيخرج بتصريحات وتهديدات بأنه غيدا يكري المغرب للطاس، وفي الأخير شنو وقع؟ السحر تقلب على الساحر. طاس بنفسها هي اللي دابا فاتحة تحقيق معاهم هما، نفس السلاح اللي بغاو يستعملوه ضد المغرب رجع عليهم. وهذا الجدول كيبين لنا حجم المشكل. شوفوا معايا التهم اللي كيتحقق فيها: الفساد، الرشوة، وشراء الأصوات في الانتخابات. هذه ماشي شي حاجة سهلة، ونفس الناس اللي كانوا كيتهموا المغرب بأشياء مشابهة هما نيتهم دابا كيواجهوا هذه التهم الثقيلة. هذا الشيء بيان سور كيطرح أسئلة كبيرة على المصداقية ديال اتهاماتهم من الأول. المصدر هنا كيستعمل واحد المثل شعبي مغربي ذكي بزاف باش يشرح هذا الوضع. المعنى ديالو هو ان الاتحاد السنغالي بكثره التصريحات والاتهامات ديالو بحال بغى يطير ويعلى بزاف، وفي الاخير هاد الافعال ديالو هي اللي فضحاتو، جبدت عليه الصداع والمشاكل، بحال فضح راسو براسو. مزيان، من بعد هادشي كامل اللي شفناه، شنو هو المعنى ديالو بالنسبة للصورة الكبيرة؟ شنو كيقول لنا هادشي على مستقبل الكرة في القارة ديالنا؟ يلا نربطوا هاد الخيوط مع بعضياتها. النقطة الأساسية اللي كيبغي المصدر يوصل لنا هي أن هذه القضية كلها ماشي قضية أشخاص، ماشي فلان ضد فلان، لا، القضية هي قضية مبدأ، تطبيق القانون على كل شيء بلا استثناء. ملي رجعوا الكأس للمغرب في ديك الواقعة ديال أقل من 17 سنة، ما كانتش محاباة، كان تطبيق حرفي للقانون اللي واضح وضوح الشمس. والمنطق ديال هذا القرار سهل وواضح. شوفوا معايا هذه الخطوات. أولا، وقع واحد الفعل اللي هو أن المنتخب السنغالي انسحب من الماتش. ثانيا، القانون واضح في هذه الحالة، اللي كينسحب كيخسر. ثالثا، علاش كاين هذا القانون أصلا؟ باش حتى فرقة ما تولي تخرج من التيران وقت ما عجبهاش الحال.
ورابعا النتيجة هي أنه إلى ما طبقش هذا القانون غادي نفتحوا الباب للفوضى في المستقبل. وهنا المصدر كيطرح واحد السؤال ذكي بزاف، سؤال كيخلينا نفكروا. كيقول لك إلا كان فوزي القجع بصح عنده ديك القوة المطلقة وديك السيطرة اللي كيسخيلوها شي ناس في الكاف، واش كان غادي يخلي المنتخب السنغالي يهز الكاس ويخرج به من الطيران قدام الكاميرات والعالم كامل في ديك اللحظة؟ فكروا فيها مزيان. فالآخر هادشي كامل اللي دوينا عليه هو مجرد أعراض ديال واحد الصراع كبير، معركة حقيقية على الروح ديال الكرة الإفريقية. واش المستقبل ديالها غادي يكون مبني على القانون والنزاهة والعمل، أو لا غادي نبقاو عايشين في دوامة ديال الاتهامات الفارغة والمناورات وألاعيب السلطة؟ وهذا هو السؤال الأخير والحاسم ليا اللي بيخلينا هذا الوضع كامل نفكروا فيه. في وسط الصراعات كلها ديال القوة والنفوذ، شكون اللي كيبقى هو الضامن الحقيقي اللي غادي يحمي قوانين اللعبة؟ شكون المسؤول على أن هذا الرياضة اللي كنبغيوها كاملا تبقى نازية؟ سؤال صعب، كنخلي لكم تفكروا فيه.